السلام عليكم الى كل هلالي، ما شاء الله لا قوة الا بالله. انت ما تفش قبل 10 ايام كنت ثاني العالم يا سيدي امام ريال مدريد بمباراة مجنونة، والان انت في نهائي المنطقة الغربية من دوري ابطال اسيا، وغالبا راح تكون في نهائي القارة. وبعدين يا اخي انا ليفربولي حققت واحد دوري واثنين ابطال اخر 30 سنة وحاسس انا مكتفي كرويا. خلاص ختمت الكورة. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، فريق بعقلية مجنونة. تعال نتكلم عن شوي عن الهلال ونتكلم عن الكلمتين اللي طالعة الحين دي اليومين، انه حط الهلال والهلال محظوظ الهلال محظوظ. يلا بين. في البداية كده أبدأ الموضوع بمقولة منسوبة إلى السير أليكس فيرغسون، أحد أعظم مدربين كرة القدم إذا ما كان أعظمه. إيش يقول السير؟ يقول لك الحظ لا يأتي للأغبياء. طبيعي يا صاحبي، طبيعي الحظ موجود في كرة القدم، طبعا موجود في كرة القدم. أحيانا تكون محظوظ في لعبات، محظوظ في ظروف معينة، الظروف تخدمك، لكن مو كل مرة راح تخدمك الظروف. وهذا ينطبق على الهلال يا سيد الناس. الهلال في ناس تقول محظوظ، طيب الهلال بيتعب وبيكافح وبيجتهد وبيخدم الحظ في بعض الأوقات. أما تقول لي إنه هو محظوظ وخلاص وما ماشي بالحظ، يعني في تويتر خش شوف يا ولد، اعطيني حظ الهلال وارميني في المحيطات. ايش في يا عيال؟ الحظ موجود لكن ما هو بالطريقه، ما هو السبب الاساسي او 80-70% منه هو لا، الحظ موجود في كرة القدم، موجود بنسب بسيطة. غير كده في اجتهادك، في تعبك، في شغلك هو اللي راح يحكم يا صاحبي. بس فاني خلص كده من موضوع الحظ، وانه تقول لك الهلال محظوظ ما الهلال محظوظ. يا صاحبي زي ما في افريقيا الاهلي، وزي ما في اوروبا ريال مدريد، في اسيا في الهلال يا صديقي. فريق يفوز عليك قبل ما يلعب معاه. في اسيا فريق ينزل الملعب فايز عليك 1-0 بشخصية الهلال، بفريق الهلال. فريق الصلاة على النبي يا صاحبي ما يشبع ولا يكل ولا يمل من تحقيق البطولات. يا حبيبي اخو ثاني العالم، انا توقعت انه خلاص راح يخرج قدام شباب الاهلي الاماراتي والموضوع راح يكون خلاص، اللي هو اصلا ما حيقدر يكلمهم. انتوا اخذتوا اسيا اخر مره، اخذتوا 2 اسيا اخر 3 سنوات، فما حد يقدر يكلمهم. لا يا حبيبي، انا متواجد في نهائي المنطقه الغربيه وحكون متواجد في النهائي. يا هلالي اهدى شوي، هدي اللعب شوي يا سيد الناس، سيب اي احد ياكل تاني. الصلاه على النبي، دار لاعبين، ثقافه، هذه ثقافه نادي، هذه ثقافه تزرع في اللاعبين من يوم ما تدخل نادي الهلال. يا حبيبي انت حققت بطولة، الان هي اصبحت من الماضي، يلا اللي بعده. قبل 10 ايام ثاني العالم كان الهلال، ثاني العالم قدام ريال مدريد، الان هو في نهائي المنطقة الغربية. ولنفرض انه وصل نهائي وحقق اسيا، بعدين تحسبه حيوقف؟ لا حيرجع وينافس على الدوري وحيرجع ايش فيه يا هلال؟ الصلاة على النبي، ايش فيه؟ انا تعبت لما بقول لك ايش سويت اخر سنوات، انا تعبت. الصلاة على النبي ما شاء الله عقلية تدرس. هذا اللي محتاجينه في كل الأندية السعودية، تكون عقلية احترافية، ما أقعد أتغنى بإنجازات الماضي. والله أنا حققت. أنت إيش بتحقق الآن؟ أنت إيش بتسوي الآن؟ الهلال خلاص ثاني العالم دي نسيها يا صاحبي، الآن هو يبقى أبطال آسيا. عقلية تدرس صراحة. شكرا هلال. في يوم التأسيس الهلال الفريق السعودي الوحيد اللي موجود في دوري أبطال آسيا. هارد لك للشبابية الصراحة، قدم مباراة كويسة، قدم مباراة ممتازة، لكن الدحيل فاز عليهم. والآن الدحيل والهلال في نهائي المنطقة الغربية أو نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وتوقعات الهلال راح يعدي الدحيل بكل سهولة وراح يوصل نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا. بس اكتب لي رأيك يا سيد الناس في الكومنت، انت ايش شايف الهلال حياخذ أبطال آسيا وحيهدى، ولا حياخذ أبطال آسيا وحيجي ينافس الدوري وأبطال آسيا اللي بعده، ولا ايش؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله، قطار الهلال لا يتوقف. هذه كانت كلمتين كده شوية عن الهلال، لاني حاسس لازم اتكلم عنها، فلازم. لو عجبتك الحلقة اشترك في القناة. دمتم سالمين.